السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم الرز المعمر. أتمنى ان هو يعجبكم يا حبايبي بالخطوات دي. وقبل ما أبدأ الفيديو فضلا ليس أمرا، اللي يعجبه الفيديو يعمل لي اشتراك ولايك وكومنت، واللي أول مرة يشوف قناتي أتمنى انه يعمل لي الاشتراك. اول حاجه يا جماعه بنجيب الصينيه كده اللي احنا هندسها كده، وبعدين بنعايرها. يعني ايه العيار؟ ان احنا خطوه العيار دي اهم خطوه، لان دي اللي بتخلي لك الرز مظبوط. بنحط صابعنا كده، بنسوي الرز الاول يا جماعه. بنحاول ان احنا نحط بالظبط نص الصينيه بالنظر كده، ونحط صابعنا في الصينيه كده. بنشوف الحجم اللي فيه الرز قد الفراغ اللي موجود في الصينيه من بره، عشان تبقى الصينيه مظبوطه معانا. ونغسلها يا حبايب قلبي غسيل جيد. وبعدين بعد ما غسلناه يا جماعه بوريهولكوا كده ان هو ايه، يعني عياره مظبوط. بنحط معلقه ملح كده يا جماعه، ما نكترش الملح برضو، علشان الرز بتاعنا يبقى مسكر، يبقى طعم اللبن باين فيه وطعم الخير باين فيه، ما يبقاش حادق. يعني نحط الملح بس في المعقول. حطينا كده يا جماعه كيلو لبن حليب جاموسي. اللبن ده دسم وجميل يا جماعه، ربنا يحمل كل واحد ماله. هنقلب بقى كده علشان خاطر ندوب الملح. لازم نقلب علشان ندوب الملح يا جماعه، عشان يبقى الطعم كله مظبوط كده ومتعادل كده يا حبايبي. سيبناه بعد ما قلبناه كده قيمة ربع ساعة أو تلت ساعة، علشان يتنقع معانا وحباية الرز تشرب من اللبن. جينا يا جماعة ايدنا الفرن فوق وتحت عالية هو، وعدلنا الصينية وحطيناها. عملت معانا يا جماعة، ختم معانا اهو واحمر معانا. طبعا احنا متعودين يا جماعة ان احنا ما بنزودش السمنة في الأول، بنحط السمنة بس في الآخر بعد ما بنشبب المعون. بنشبب المعون ازاي؟ بنحط السكينة كده جنب حافية الصينية، وندورها كده داير ما يدور كده، ونرفع الرفعة اللي احنا بنعملها بسيطة دي يا جماعة. لو الرز معاكي فيه لبة كده ولا حاجة بسيطة بيستوي معانا وبيبقى جميل. وبعدين بننغز بقى الصينية كده بظهر المعلقة كده بحاجة بسيطة كده قبل ما نحط السمنة. احنا متعودين ان احنا بنحط السمنة بعد ما ما الرز يختم باللبن في الفرن. اهو يا حبايب قلبي هنحط السمنة بقى ليها كده، وطبعا هنرد الرز ده في الفرن تاني علشان السمنة دي تسيل معدل بالظبط كده 5 دقايق. وطبعا بنبقى مهديين الشوارق اللي فوق علشان ما ياخدش حمارة اكتر من كده. هو كده مظبوط يا دوبك الحرارة بتاعت الفرن بس. ومن تحت هيلون حاجة بسيطة من الأرضية، والسمنة هتسيح معدل 5 دقايق بالظبط وبنطلعه. اهو يا حبايب قلبي اتمنى ان طريقة النهاردة تعجبكم يا جماعة، واللي يعجبه الفيديو ما ينساش يعمل لي اشتراك ويكتب لي كومنت حلو. و اهو يا حبايب قلبي هنرده تاني في الفرن اهو عشان السمنة تسيح معانا والأرضية تحمر برضو بتاع المعون من تحت. ده الشكل النهائي يا جماعة. اتمنى ان طريقة النهاردة تعجبكم. حطوا لي لايك يا جماعة واعملوا لي اشتراك. اهو يا جماعة بسم الله ما شاء الله، حاجة كده بتتكلم عن نفسها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.